بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي وشفيعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. هنا بقى غسلنا بتاع كيلو رز كده، غسلناه طبعا، نقعناه بتاع ساعتين. أهم حاجة ننقع الرز، واهم حاجه يعني انا دي طريقه الزمان يا جماعه في الرز ابو لبن. دي الطريقه اللي طول عمرنا بنعملها، الطريقه بتاع زمان. مش بنسوي الرز في ميه وبعدين نحط الحليب، لا. انا بسوي الرز في الحليب من البدايه خالص، بس بنقع الرز وشيل الميه من عليه. وطبعا السكر ده ما بنحطوش الا بعد الرز ما يستوى تماما، وبنحط بقى بتحلوا السكر زي ما انتوا عايزينه. طبعا انا عامله الوجبات دي اطعام، وحبيت برضه اصورها، ممكن حد برضه يقلدني يعمل زيي، وحته الاطعام دي مفيش فيها اي مشكله اما نصورها عشان غيرنا وغيرنا وغيرنا وغيرنا. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام قال تصدقوا ولو بشق تمره، يعني لو بشق تمرة، لو بنص تمرة، وقدرنا نعمل أي حاجة نقدر نعملها نعمل. هنا حطيت كوباية حليب، وحطيت 4 معالق كريم شانتيه، وشوية كريمة لباني بتاع كوباية إلا شوية كده كريمة لباني. يبقى حطينا كريم شانتيه وكريم لباني وشوية حليب باردين، وعملنا خلطة جميلة قوي. هنضيفها فين؟ هنضيفها على الرز أبو لبن بعد ما خلصناه. خلاص يا بنات، كده بقى هنقلبه بقى عليه بعد ما طفينا عليه طبعا وهدى شوية. قلبنا بقى الخلطة الجميلة دي بتاعتنا عليه. السكر زي ما انتوا عايزين، عملنا بماء الورد، الطريقة بتاع زمان التقليدية الحقيقية، بماء الورد حطينا عليه برضو بعد ما طفينا عليه النار. جميل قوي. وطبعا الحاجة اللي بنحبها ناكلها نعملها لغيرنا، يعني مش نعمل اي حاجة وخلاص، لا. انا عملت بصراحة عاملاه في منتهى الجمال، مفيش فيه نشا، مفيش فيه اي حاجة، هو منشي من نفسه. اهم حاجة ان احنا باول ما بيغلى بنهدي النار عليه، وبنقلب كل دقيقتين 3، وبنهدي النار جدا جدا، وندخل نقلب دقيقتين 3، نهدي النار وندخل نقلب لما بقى بالقوام وبالجمال اللي انتوا شايفينه ده. جميل قوي قوي، الطريقة جميلة قوي. اللي يقدر يعمل اي حاجة يعملها. اي حاجة تخطر على بالكم تقدروا تعملوها لو حاجة بسيطة. كل سنة وانتم طيبين، كل جمعة وانتم بخير.